في الوقت اللي إدارة النادي الأهلي بتجدد لأكبر عدد من اللعيبة، إدارة نادي الزمالك بتستغنى عن أهم لعيبة موجودة عندها زي سيف فاروق جعفر وأسامة نبيه أو يوسف أسامة نبيه. لما بنتكلم ونقول إن إدارة نادي الزمالك هي موضوع علشان تدمر النادي، الناس مش بتصدقنا وبيقولوا إن انتوا كزملكاوية عايشين في نظرية المؤامرة ودايما موهومين. صدر حكم بعزل رئيس نادي الزمالك من اكتر من 3 شهور والحكم ده ما اتنفذ. وزير الشباب والرياضة طلع مع عمرو اديب قال ان مرتضى منصور مش رئيس نادي الزمالك، وقال ان هو مش صاحب القرار النهائي. طب اعزلوه؟ لا، مش هنعزله دلوقتي. مش هتعزلوه دلوقتي ليه؟ عشان يكون الصيف عدى والزمالك ما جابش صفقات. لما الزمالك ما يجيبش صفقات يكون السنة الجاية الحال أسوأ، وبعد شوية هنعمل جمعية عمومية أو هنجيب لجنة مؤقتة تدير النادي، ولما يجيبوا لجنة مؤقتة تدير النادي هيجيبوا لجنة كمان، وبعد اللجنة هتيجي كمان لجنة، وبعد كمان لجنة بقى هيرجع مرتضى منصور تاني، لأن الوزير قال إن من حق مرتضى منصور إنه يرشح نفسه تاني ويمشي اللعيبة تاني ويطلع يشتم اللعيبة ويجي على لعيب أهم لعيب في الفريق ويقول عليه حشاش وفي فترة مهمة جدا في الموسم. ليه؟ لأن محدش بيحاسبه. تخيل إن أنت رئيس النادي بتاعك معزول بحكم محكمة ولحد دلوقتي الحكم ما اتنفذش. في ناس لما هنتكلم معاها هيبداوا يقولوا لك ان انتوا دايما حاسين ان انتوا مظلومين، بس انت لو بس فكرت شويه صغيرين هتلاقي ان فعلا احنا مظلومين من اول ما حصل قرار بعزل رئيس النادي الاهلي، وفي نفس اليوم اتعين تاني، واحنا قبل النهائي القاري مع المنافس بتاعنا اتعزل رئيس النادي وقعدنا سنة بدون رئيس نادي. جيت 3 مجالس معينة فضوا الفريق، عزلوا اغلب اللعيبة، مشوا اغلب اللعيبة اللي عندنا فرجاني واشرف ما عرفوش يجددوا لهم، عشان هيقول حد هيرد ويقول لا اللعيبة دي مشيت في عهد مرتضى كان رجع وما لقاهمش موجود. وانا مش بدافع عنه، احنا بنقول ان هو من اهم الاسباب اللي بتحصل دلوقتي. لعيب زي حسين الشحات فضل 6 شهور يجدد مع نادي الاهلي. طبعا هينكتب ان حسين الشحات جدد على بياض، ولكن ده ما حصلش. اللاعب قعد مع اداره النادي، وانا هنا بقول يعني دي حاجه انا شايف انها حاجه عاديه جدا. قال لهم انا عندي 31 سنه، يعني هم دول مثلا ممكن يكونوا اخر 3 سنين في عقدي، بعد كده ممكن اعتزل او العب فريق اقل شويه، فانا عايز امن مستقبلي. وحصل مفاوضات يعني على القيمه الماديه، والقيمه الماديه اللي هي 15 مليون صافي، 100% من نسبه الاعلانات. النادي يدرجوا في الاعلانات اللي جايه للنادي، والنادي وافق، واللاعب طبعا هو بالنسبه لهم مهم. ولما يعني يكون في لعيب مهم بالنسبه لك انت بتحاول تراضيه. يا جماعه موضوع ان اللعيبه بتمضي على بياض ده خلاص، بيراميدز جه اثبت لنا ان مفيش الكلام ده. اللعيب بيتقدر ماديا بيقعد، مش بيتقدر ماديا بيمشي خلاص، طالما كل دي شغلتهم، ده اكل عيشهم. انت في الحياه بره لو اتعرض عليك راتب اعلى هتبدا تفكر، ولو اعلى قوي هتمشي. كل الناس كده صح يعني. فاللعيب الكوره ده اكل عيشه. عشان بس ما نخرجش بره الموضوع قوي، احنا بنقول ان النادي الاهلي اللي هو المنافس المفروض يعني، ودي حاجه من ناس كتير مبقاش مقتنع بيها ان احنا مش منافسين ولا حاجه. هو قطب واحد وفي توجه واحد، ده ياخد الدوري، وكل كام سنه كده عشان الناس ما تزهقش هنطلع الراجل اللي لابس ابيض دوت ياخد له دوري ولا حاجه او 2، مش مشكله. في كل خناقه على 10 لعيبه هندي الراجل ده لاعب منه ويمشي عادي، يعني ما يزهق نمشيه. ولو جه عنده لعيب جامد قوي قوي نوديه الاهلي تاني عادي. اسم القناه بتاعتنا اصلا على اهم لعيب مشي من نادي الزمالك راح النادي الاهلي.
فالموضوع مش صعب يعني. ولما هتبدا بقى تتكلم يقول لك ايه، اصل انت حاسب نظريه المؤامره. طب انا عايز حد يرد عليا في النقطه دي. ليه مش بتنفذ حكم المحكمه بعزل رئيس نادي الزمالك؟ ليه التاجيل اكتر من 3 شهور؟ كان زمان اتعمل جمعيه عموميه، وفي الجمعيه العموميه دي تم وضع رئيس نادي جديد. يعني 3 شهور كان فتره كافيه قوي ان يعزل الراجل، يجي مؤقت ويجي رئيس نادي جديد يبدا معانا 2023 2024 موسم جديد بانتقالات جديده بصفقات. عرف ان وهيقول لك ايه؟ اصل النادي مديون. يعني الراجل بتاعنا كل ما يطلع يقول لك اصل النادي مديون علينا فلوس. انت تخيل ان نادي الزمالك تقريبا يعني ممكن تكون موارده اللي هي الخارجيه، سيبنا من الحقوق، اكتر من النادي الاهلي. اولا اشتراكات الاعضاء زينا زيهم، تمام؟ يعني في الفلوس تقريبا نفس النسبه. في الدولارات، يعني الكلام دلوقتي في ازمه في الدولار، الزمالك ليه اكتر من 10 مليون دولار بره. طبعا رئيس النادي مش هيطلع يقول كده. احنا لحد دلوقتي لسه ما استلفناش فلوس مصطفى فتحي، ما استلمناش فلوس مشاركه اللاعبين في كاس العالم، ما استلمناش فلوس مصطفى محمد. دي كلها فلوس لينا بره، تمام؟ يعني دي كلها فلوس بالدولارات لينا بره، تمام؟ بس طبعا رئيس النادي لما بيطلع بيقول لك لا، ممدوح عباس داين النادي وحجز على الارصده، ما تديهم له. يعني دخل اي فلوس من الفلوس دي وادي الراجل فلوس. الموضوع مش صعب يعني. بس هي الفكره كلها ان انت لازم تنيك عايش في الدوامه دي. يعني انت لو طلعت بره الدوامه دي، ما انت هتستقر يعني تبقى منافس. ما هو اصل هو الموضوع كله فلوس. انا معايا فلوس قد الفلوس اللي معاك، هنبقى زينا زي بعض. انا موارد زي مواردك، انت بيجي لك اعضاء، العضو بيدفع كذا، انا العضو بتاعي بيدفع كذا. موضوع الرعايه مش هتفرق كتير بقى. انا مقتنع ان طبعا النادي الاهلي يستحق انه ياخد عقود رعايه اكبر، لان طبعا هو صاحب الجماهيريه الاكبر، واللي يقول غير كده بيضحك على نفسه. ولكن احنا كنادي عندنا موارد كتير برضه، ونقدر يبقى عندنا فلوس كتير. والموضوع اصلا لو قريب في الفلوس احنا نقدر نبقى منافس قوي. بس هي الفكره كلها ان انا مش عايزك تبقى منافس. هو الموضوع كله كده، ان هو مش عايزينك تبقى منافس. لو عايزينك تبقى منافس هيسيبك هو تستقر وفلوس. هو موضوع المنافسه مش محتاج حاجه تانية. استقرار اداري، والاستقرار الاداري ده معاه فلوس بس هتبقى منافس. انا بس يعني الحلقه دي هتبقى فضفضه، وان شاء الله اوعدكم بفيديو اطول شويه نبدا نتكلم فيه بشكل اكبر شويه، لان انا صحيت من النوم شفت الاخبار دي فاتضايقت جدا بصراحه، فحبيت اطلع اتكلم فيها. مع السلامه.